ولذلك فإن الله تبارك وتعالى كما أنه يبتلي بالمنع بأن يبتلي الإنسان بالفقر وغير ذلك، فإنه يبتليه أيضا بماذا؟ بالعطاء. فلا تظنن أن الفقير هو المبتلى فقط، بل حتى هذا الذي عنده الأموال هو في موطن فتنة، ولا يدل أن الله تبارك وتعالى يحبه، لا يدل على ذلك. والدليل على هذا قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. شوف الآية: إذا ما ابتلاه، يدل أن ابتلاء حتى إذا أنعم عليك وأعطاك هو ابتلاء، ليس بالضرورة أن يحرمك فنقول أن هذا ابتلاء، حتى العطاء هو ابتلاء في حقيقة الأمر. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ماذا يقول هذا الإنسان الذي يرى المال الكثير والخير الوفير وغير ذلك؟ يقول أن الله عز وجل أكرمني بهذا المال، فيقول: ربي أكرمني. قال تبارك وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر أي ضيق عليه رزقه، فيقول: ربي أهان. يظن أن هذا موطن إهانة، وهو ليس كما يظن هذا. ولهذا قال تبارك وتعالى بعد هذه الآية ماذا قال؟ كلا. قال العلماء أهل التفسير: كلا هذه فيها رد على ما قبلها من الآية، يعني أن الله يقول بالمعنى ليس الأمر كذلك، ليس من أعطيته دليلا على أني أكرمته، وليس من حرمته وابتليته بالفقر دليلا على أني أهنته، إنما هذه بقدر الله عز وجل. وإلا قرر أهل العلم أن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن